اليوم غادي نهضر لكم على واحد النقاش اللي دار في مجلس النواب، واللي كان موضوعه هو إشكاليات معاشات المتقاعدين في المغرب. واحد الملف اللي كيمس آلاف ديال الناس، خصوصا المسنين اللي قداو حياتهم كلها خدامين، وفي الأخير لقاو راسهم كيعيشوا بمعاش ضعيف بزاف. البداية كانت مع السيدة النائبة اللي طرحت السؤال على الوزيرة، وبدات كتقول بأن الحكومة ديما كتعود وتكرر بأنها نجحات في تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، اللي هي واحد الالتزام جا في البرنامج الحكومي. ولكن وعلى حد تعبيرها الواقع مختلف بزاف، وتقارير مؤسسات الحكامة حتى هي ماشي في صف الحكومة. النائبة قالت بأن الشباب ما راضيينش على وضعية الصحة ولا التعليم ولا الشغل، والأسر المغربية ما مطمئناش نهائيا على القدرة الشرائية ديالها. أما المسنين والمتقاعدين في الوضع ديالهم كيخلي القلب يتقطع. النائبة هجمت الحكومة وقالت بأنهم التزموا يجيبوا تصور لإصلاح نظام التقاعد، ولكن بحال العادة ما كاين والو. وقالت بأن الحكومة ما عندهاش الإرادة ولا الجرأة السياسية باش دير إصلاح عادل في هذا القطاع اللي بقى كيعاني لسنوات. وزادت ضغطات وقالت الحكومة قالت بأنها غادي توسع دائرة الناس اللي يقدروا يساهموا في التقاعد، ولكن هذا الشيء حتى هو ما كاينش في الميدان. أما من دخول الكرامة للمسنين فحتى هو تم دمجه مع الدعم المباشر، والدعم المباشر أصلا مربوط بمعايير ما واضحاش بزاف، ومازال المغاربة ما شافوش منه شي حاجة ملموسة. النائبة قالت كلمة قوية بزاف، قالت بأن الولاية الحكومية قربات تسالي، والمتقاعدين باقين ما داخلوش في الحساب. الناس خدموا حياتهم كاملة وفي الأخير كيلقاو معاش ما كيتجاوزش 1000 درهم. ومن بعد تسولات واش 1000 درهم قادرة اليوم توفر حياة كريمة لأي مواطن؟ لا كتوكل، لا كتعالج، لا كتبري، ولا كتساعد في العيش الكريم. وهذا الشيء واقع وكيعيشوه بزاف ديال المغاربة. من بعد جاوبات السيدة الوزيرة وقالت بأن تقييم العمل ديال الحكومة غادي يدارش الأيام الجاية، وأنهم مستعدين يناقشوا جميع الأوراش، ولكن بما أن السؤال جاء على المتقاعدين خصت الوقت باش تجاوب. الوزيرة اعترفت بأن عدد كبير من المغاربة ما عندهمش تقاعد نهائيا، وأن عندهم التزام باش يكملوا توسيع التغطية. وزادت قالت بأن الحكومة دارت إجراءات مهمة في السنساس، ومن بينها رفع 5% من المعاشات بأثر رجعي، وأشارت للتعديل اللي داروه في القانون باش الناس اللي كانوا خدامين ولكن ما وصلوش ل 3200 يوم يقدروا اليوم يستافدوا من التقاعد. وقالت بأن هذا الإصلاح غادي يخلي أكثر من 35 ألف شخص يستافدوا هذه السنة. وبالنسبة لإصلاح التقاعد أكدت الوزيرة بأن الحكومة باغية هذا الإصلاح، وأن العمل ماشي مع اللجنة مختصة، وطلبات يتحملوها المسؤولية في هذا الورش. النائبة رجعت في التعقيب وقالت بأن الحماية الاجتماعية ما كتطلبش الكلام، ولكن كتطلب إجراءات واضحة. أولا توسع دائرة المستفيدين، وثانيا تكون زيادات حقيقية في المعاشات لأن الوضع دابا ولا لا يطاق. ثم نائبة أخرى دخلت في الكلام وقالت بأن التضخم وارتفاع الأسعار داروا تأثير كبير على جميع المغاربة خصوصا المتقاعدين، وقالت بأن الزيادات الأخرى اللي داروا في القطاع الخاص ما استفدوش منها المتقاعدين رغم أنهم من أكثر الفئات المتضررة من الغلاء. وزادت قالت بأن من غير المقبول يبقى متقاعد كيتلقى أقل من الحد الأدنى للأجر، وأشارت بأن الإعفاء الضريبي الآخر استفدوا منه المتقاعدين اللي عندهم معاشات كبيرة، في حين الناس اللي عندهم معاشات ضعيفة ما شافوا أي تحسن. الوزيرة جاوبت من جديد وقالت بأنها متفقة بأن الوضعية الحالية للمعاشات ضعيفة بزاف، وكشفت بأن 19% من متقاعدي السنساس كيعيشوا بمعاش أقل من الحد الأدنى، وأن هذا الوضع غير مرضي وما يمكنش لأي شخص يقبل به. ولكن الوزيرة شدت بأن الحل ماشي ترقيعي، الحل هو إصلاح شامل لأنظمة التقاعد وإصلاح سوق الشغل، لأن التقاعد كيعتمد على عدد المساهمين. وخدمات كلامها بكون الإصلاح ضروري ولازم، وغادي يكون موضوع نقاش موسع في الفترة القادمة.